السلام عليكم بنات. اليوم قلت ندير معكم واحد مسمن عامر بواحد الحشوة اقتصادية اللي في متناول الجميع ان شاء الله، وانا متأكدة جربتوها وعرفتوها، غير قلت نشارك معكم. هنايا عندي البصلة الكمية اللي بغيتو، كنزيد الفلفلة حلوة خضراء حمراء صفراء كيف ما بغيتو. من بعد كنزيد شوية ديال القزبور، شوية ديال زيت زيتون وزيت النباتية كنخلط بيناتهم. وحتى الا كانت الشحمه راه مزيانه كنزيد الملح، البزار، الحرقوم، كنزيد البصله بودره، كنزيد توابل ديال الدجاج. من بعد كنزيد شويه ديال التحميره، وكنزيد سكنجبير، وكنزيد القزبور يابس. وهنايا كنخلط حتى وكنشعل عليهم العافيه، كنخلي البصله حتى كتدبل، كنزيد واحد المعلقه ديال المطيشه راه ما تصورتليش، وكنخليها حتى كتبرد. من بعد كنجيب المسمن بعد ما عجنته تندير فيه غير الدقيق والملح والماء فقط. كنورق الكويره اللي عندي. من بعد كنعمر بالحشوه، كنطويها على شكل مسمن اللي كلنا كنعرفوها، كنخليهم حتى كيرتاحوا. من بعد كنبدا اول وحده اللي بديت بها هي تاني اللي كنورق، وكنخلي المقله حتى كتسخن، وكنحطها وكنقلبها حتى كتحمر من جهات كاملين، وكيف ما كتشوفوا في الفيديو. غير انا كنزرب باش ما يجيش الفيديو ممل، وهكا كيجي مسمن بنين صراحه زوين. وديك التوابل ديال الدجاج كتخلي فيه بحال راكي كتاكلي فيه الدجاج. تقدري تعمريه بالكفته، تقدري ديري الحشوه اللي بغيتي، هذه اقتصاديه اللي يقدر اي واحد يديرها، وراه كيجي مورق كتبان فيه الحشوه الصراحه، وكيجي بنين في البرد. يلا، السلام عليكم، شكرا بزاف.